مساء الخير. النهاردة هنعمل كعك صيامي بالزيت، طالع تحفة، خفيف خالص، بجد تحفة. اتمنى تجربيه وتشجعيني بلايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. اول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة سكر، وهضيف عليها نص معلقة خميرة بيرة. لو مش عندك الخميرة البيرة بتستخدمي الخميرة الفورية الجافة. وهبدأ ادوبهم كده، ادوبهم كويس، وهبدأ اركنهم على جنب لما احضر باقي المكونات. معايا نص كيلو من الدقيق، طبعا انا مكملة بسلسلة ان احنا هنشتغل بنص كيلو من الدقيق وهيطلع لك كمية حلوة قوي. كمان لو مش عارفة النص كيلو قد ايه بالكوباية هتلاقيه في صندوق الوصف، معيارهم بالكوباية. ده نص كيلو من الدقيق، بنخله كويس، هنخله وهرجع لكم. انا خلطهم كويس كده، وهبدأ اضيف عليهم معلقة سكر، ربع معلقة ملح، وهضيف فانيليا. الكعكة بتاعنا ده هحط له فانيليا علشان يديه ريحة حلوة، وهحط كمان منكه كمان. ضفت فانيليا، وهضيف رائحة البرتقال موجودة في كل مكان. هبدأ أضيف، طبعا في محلات العطارة بتلاقيها، هبدأ أضيف نص معلقة. طبعا بتدي الكعك بتاعنا ريحة حلوة قوي، كمان في التسوية بتطلع ريحة حلوة. ببدأ كده أوزعهم بالمعلقة، ومعايا نص كوب زيت. هبدأ أشيل المعلقة خالص كده، وهستخدم على طول إيدي، وهبدأ أضيف كده الزيت، وهبدأ أقلبهم مع بعض كده كلهم، أبس الزيت في الدقيق كويس. وعلى طول هضيف كوباية المية بالخميرة، هبدأ أضيفها كده. طبعا هحتاج مية تاني في نفس الكوباية، هحتاج يجي نص كوباية برضو تكون مية دافية علشان أعجن بيها. ببدأ كده ألم في العجينة وأعجن. هحتاج مية كمان، هبدأ أضيف المية برضو زي ما قلت تكون دافية معاكي، علشان كمان احنا الجو دلوقتي برد، وعلشان العجين يختمر معاكي بسرعة. انا خلاص كده بدأت العجينة تتلم معايا. انا خلاص كده عجنتها كويس. ببدأ الفها كده واغطيها واسيبها تختمر، هغطيها. وطبعا هجيب حاجة كمان علشان تسرع من الاختمار، وهرجع لكم. بصوا خدت مني بالظبط ساعتين لان الجو برد. وهبدأ كده اجيب صينية هشتغل فيها وافضي فيها العجين. دي الصينية طبعا اللي هشكل فيها الكعك بتاعنا. طبعا مدهونة زيت الصينية، صحيح مدهونة زيت علشان تكوني دهنة الصينية اللي معاكي زيت كويس عشان ما تلزقش منك. شايفين انا حبيت بس اكد لكم ان هي مدهونة. وهبدأ اشكل لكور بقى، بس كور صغيرة خالص الحجم ده. شايفين الحجم الصغير ده كده. وببدأ اجيب كيس بلاستيك واغطيها. طبعا هحاول اظبط الكور كلها بالنظر كده، خليها قد بعض عشان الكعك يطلع مقاس واحد كله. هقولك كمان طريقة التسوية. تسوية الكعك ده ما بياخدش 6-7 دقايق. طبعا طول ما انت مسخنه الفرن كويس مش هياخد منك وقت خالص، تسويته سريعة جدا، هتشوفي دلوقتي. ببدأ كده هكمل الكمية كلها وهرجع لكم. انا عملت الكمية، شوفوا النص كيلو مطلع كمية عاملة ازاي. انا غطيتهم كويس يرتاحوا لحد ما ادهن الصواني. بدهن الصواني كده بالزيت، تتنيها كويس كده. وهبدأ اجيب اول كرة عملتها قطعتها، تشكيل سهل خالص. بحط في الصينية كده، وبطة خفيفة خالص، بتبطيها بطة خفيفة خالص. بصوا حاجة سهلة خالص جدا، كعك بجد في منتهى السهولة.
كمان انا هسيبلك في صندوق الوصف نفس الطريقة، هعمل يعني كده، هجيب الكورة واحطها وابطها بط خفيفة. في صندوق الوصف هسيبلك فيديوهات كتير معجنات ناجحة بدون حليب بدون بيض في صندوق الوصف. بصوا الكمية كلها عملتها كده، وهغطيها يرتاحوا شوية يجي نص ساعة كده وهرجع لكم. بعمل محلول كده سهل خالص لدهن وش الفطائر بتاعتنا، طبعا بديل طبعا صفار البيض، بايه، ربع كوب مية عليه معلقتين سكر بس كده، وهبدأ ادوبهم. وبجهز كده الفرشة عشان ادهن بيها. بصوا بقى اختمروا ازاي بعد نص ساعة، تكوني مغطياهم برضو بكيس بلاستيك تغطيهم كويس. بشكلهم بايه، بالسكينة، بس السكينة تكون صغيرة عشان تعرفي تتحكمي في الصينية. يعني تحاولي تجيبي سكينة كده صغيرة وتعملي الشكل البسيط ده خالص، يعني مفيش اسهل من كده. بصوا اعمل الخط التاني خطين بس كده، يعني ايه، بصي حبيت يعني ايه دي اسهل شوية من السكينة، عشان لو السكينة بتاعتك كبيرة مش هتعرفي تتحكمي. بس كده، اي حاجة، سكينة، المصفى دي، اي اللي عندك، مصفة البطاطس دي بكل سهولة بتعملي بيها كده. هكمل الكمية كلها بقى كده. بصوا عملتهم كلهم، وهبدأ ادهن وشهم كده. هبدأ ادهن بجد، يعني حاجات بسيطة وبتطلع لك كعك رائع وريحته كمان في وانت بتسويه. بجد اتمنى تجربيه، بعد ما تعمليه تقولي لي رأيك في التعليقات. ببدأ كده اضيف في الوسط سمسم وحبة البركة، اضافات بسيطة خالص. انا حطيت كده في كل الصينية. وهبدأ اضيف ايه، سكر، سكر كده على الكعكة من بره كده. طبعا انا عملت صينيتين بالسكر، هم عملوا 3 صواني، والصينيه الاخيره ما ضفتش عليها سكر، يعني براحتك، السكر ده اختياري، بس طبعا بيدي للكعكه ايه شكل كده حلو قوي. بعد ما تستوي هوريكم. هدخل الفرن، الفرن لازم أن يكون سخن مسبقا قبلها ب15 دقيقه من 10 دقايق يعني. واول ما بيطلع بياخد، هو بيخش بياخد معاكي 7 دقايق، وترفعي على الشوايه وياخد اللون ده. وبدهنه بالميه بالسكر برضو، وببدأ اغطيه، بديله كده تلميعة. وبعد ايه كده بصوا بقى بيطلع ايه تحفة. بجد حاجة كده ايه جميلة وسهلة وبسيطة خالص، شايفين؟ بجد كعك اسفنجي ورائع وخفيف قوي، واتمنى تجربيه بجد، يعني حلو خالص وبسيط. واتمنى تجربيه وتشجعيني بلايك للفيديو.